مرحبا يا حلوين وأهلا وسهلا بكم بفيديو جديد وبطبق جديد. وبطبق اليوم بكون عم بتحدى أهل المطاعم بكل معنى الكلمة، والزنجر برجر هي وصفتنا لليوم بكل تكاتها وأسرارها. وحطيت بزبدية نص كاسة حليب، ضفت عليهم معلقة صغيرة من كل من التوابل التالية: ملح، بودرة بصل، بودرة ثوم، زنجبيل، بابريكا حادة، فلفل أبيض، كركم وهال. وضفت لهم 3 معالق خل أبيض وشطة حادة وحوالي معلقة كبيرة ماء زهر، وحركت كل هالمواد مع بعضها البعض. وضفت عليهم نص كيلو شرائح دجاج مقطعة، وكنت من قبل غسلتهم منيح ونقعتهم بالمي والخل والملح لمدة ساعة على الأقل. بغلفون وبتركهم بالبراد لمدة ساعتين 3 ولليلة كاملة إذا أمكن، لحتى يتشربوا كل النكهات والطعمات. ويلا نحضر مع بعض أطيب صوص زنجر برجر. في محضرة الطعام حطيت قطعة شيدر، ضفت عليها حوالي فنجانين كريمة، نص كاسة كبيرة مايونيز، وتلت كاسة كاتشب، وبودرة ثوم معلقة صغيرة، ومعلقة صغيرة أوريجانو، حوالي معلقتين 3 صوص حد، معلقة كبيرة بابريكا حادة، ومعلقة كبيرة خردل، نص معلقة صغيرة فلفل أسود، ونص معلقة صغيرة فلفل أبيض، معلقة صغيرة ملح، ومعلقة كبيرة مية كبيس خيار أو فليفلة. وبخلط هالمواد كلها بمحضرة الطعام لحتى أحصل على قوام كريمي. وسكبت الصوص بالصحن، وضفت عليه خيار مخلل مبشور، خلطتهم مع بعضهم كتير منيح وتركتهم على طرف لوقت ما انتهي من مرحلة تحمير الدجاج. وهلأ وصلنا لمرحلة تغليف الدجاج. لتغليف الدجاج أنا بحاجة لكيلو طحين، ضيف عليه نفس البهارات اللي حطيتها بمرحلة نقع الدجاج، ضيفهم على الطحين، بخلطهم مع الطحين كتير منيح، وبضيف عليهم كمان معلقة نشا لحتى أحصل على أطيب قرشة وأطيب تأميرة للدجاج. وبحط بجنبي صحن مي بدون ما أضيف عليه شي نهائيا. وهلأ بقى ببلش طالع قطع دجاج من قلب النقعة وبلكها بطحين. أيوة بلكها كلها بطحين وبحطها على طرف. وبعد ما أخلص من كل القطع بصير باخدهن قطعة قطعة، بغطسهم بالمي تغطيسة سريعة، وبرجعهم على الطحين، وبصير باقلّب فيهم بقلب الطحين تقليبات كتيرة، ولازم أقلّب وأقلّب فيهم لحتى يتغلفوا بالطحين من كل جوانبُن، ويتشكّل عليهن شي بيشبه الحراشف متل ما رح تشوفوا هلّأ بالفيديو. شايفين صارت كوّنت عليهن على شكل حراشف، وهذا الشكل المطلوب لحتى أحصل على شكل الزنجر الحقيقي. وبكرر العملية مع كل قطع الدجاج لحتى أنتهي منّن كلّن، وننتقل بعد هيك لمرحلة القلي. وقبل مرحلة القلي بعد ما تنتهي معي كل قطع الدجاج بحطهم بالبراد لمدة نص ساعة على الأقل، نص ساعة لساعة، لحتى الطحين يمتص كل السوائل ويلزق بقطعة الدجاج بشكل كتير منيح. وهون وبمقلاية على النار حطيت كمية كافية من الزيت، استنيت عليه لحتى يغلي منيح، وبعدين نزلت درجة حرارة النار للمتوسط، صرت ضيف بقطع الدجاج، ولازم الزيت يكون كافي لحتى يغمر قطعة الدجاج من الطرفين. وكل وجبة دجاج احتاجت معي من 8 ل10 دقايق لحتى استوت من قلبها كتير منيح، وحصلت على اللون ذهبي وعلى قرمشة بتاخد العقل.
هون كنت عم سمّعكم قرمشة قطع الدجاج، وكنت بالفعل كتير سعيدة وراضية عن النتيجة. وهلّأ بقى يا حلوين وصلنا لجوهر الفكرة، ووصلنا لمرحلة تشكيل قطعة الزنجر برجر. فتحت خبزة البرجر بالنص ودهنت على وجه الطرفين زبدة، وحمصت الوجه شوي بالقلاية الهوائية، ممكن تحميصًا على مقلاية عادية عادي. ضفت على وجه أول قطعة صوص البرجر يلي سبق وحضّرناه، وعلى القطعة الطرف التاني ضفت مايونيز، ضفت خس مقطّع وفوقه شريحة شيدر، وقطعة دجاج قطعتين حطيتهم جنب بعض، وكمان شريحة شيدر تانية، وطبقة دجاج كمان إضافية، ردّيت عليهم قطعة خبزة البرجر، وهيك بكون حصلت على أفخم وأحلى زنجر برجر بمقاس XXL. ولحتى أحصل على وجبة مشبعة وتملى العين، رتّبت أحلى صحن يليق بمقام أكلتنا اللذيذة: مايونيز، سلطة كول سلو، والصوص يلّي سبق وحضّرناه من قبل صوص البرجر، وملكة الصحن الزنجر برجر، ضفت بطاطا مقلية، توابل بطاطا، وزيّنت بقطعة زنجر إضافية، وختمت بشوية صوص حد على وجه المايونيز. وهيك يا أكابر بنكون حصلنا على أكتر صحن مرتب لأطيب وجبة بتضاهي وجبات المطاعم، لا هبل بتفوز عليها وبجدارة. وهيك يا حلوين بيكون طبقنا لليوم انتهى، ويا ريت إذا عجبتكم قناتي تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس على الكل، وما تنسوني من تعليقاتكم الحلوة. وإلى اللقاء بفكرة جديدة وبطبق جديد.